السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اجمل اخوات، وحشتوني كتير كتير، وجايلكم النهارده في فيديو جميل كالعادة. وقبل اي حاجة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويجعله خير وستر وبركة، ويستر بيوتنا جميعا وبيوت أمة محمد أجمعين. ما يجعل بيت ناقصه حاجة، لأن رمضان كله بيبقى كله خير وبركة ورزق، والشهر اللي احنا بنستناه من السنة للسنة. ايه في ايه موضوع الطماطم ده؟ الطماطم فيه ايه يا جماعة؟ الطماطم احنا عملت لنا أزمة النهاردة. جات لي قفص طماطم زي ما انتم شايفين كده، ده تاني واحد. يعني انا جبت واحد قبل كده وده تاني واحد. بصوا الطماطم عاملة ازاي، دي رخيصة جدا. يعني القفص ده كله ب100 جنيه. يعني الراجل بتاع الخضار طلعهولي قال لي لا الحقي بقى، لان رمضان الطماطم هتوصل ل30 جنيه. انا مش مصدقه، او ممكن يعني الواحد بيتوقع اي حاجه في الايام دي. يلا بينا نسمي الله وندوس اللايك ونعمل اشتراك للقناه، ويلا بينا نعملها بقى بطريقه حلوه وسهله وبسيطه وعلى طول، مش تاخد مننا وقت خالص. يلا بقى ايه، بصوا هنفضيها بقى في الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحه ما شاء الله، يعني كلها زي بعضها، اولها زي اخرها ما شاء الله. نغسلها غسلة حلوة. بصوا حطيناها في الحوض، وهنغسلها بقى غسلة حلوة جدا جدا. هي كلها حلوة، يعني بصراحة الطماطم كلها حلوة. بصوا عاملة زي التفاح، تحفة. يعني قليل لما بتلاقي طماطم بالجمال ده، بالحلاوة دي. بجد حلوة حلوة جدا، والحاجة ما بتخسرش. هنعملها بطريقة سهلة وجميلة كده. وتعالوا مع بعض نغسلها غسلة نضيفة، وهنجيب الحلل بتاعتنا ونحضرها على طول. هنقطع ونحط في الحلل، مش هنقطع ونحط في اطباق تاني. بصوا يا جماعة، احنا هنغسلها على طول ونقطع في قلب الحلة. بس طبعا هنغسلها ايه، غسلة حلوة، غسلة نضيفة يعني. واحدة واحدة كده هنغسلها غسلة نضيفة، وخلي المية ايه جارية عليها لحد ما نخلص تقطيع. بصوا بقى هخلص الكمية وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. ثواني بس الكاميرا اتهزت. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكمية دي كده، حلة 2 3، وكمان شلت منها ناشفة ما شاء الله، يعني تحفة. قلت ايه يعني الاستعمال اليومي. بصوا الجمال، شلت منها اهوت الاستعمال اليومي. وعملنا ايه، عملنا 3 حلل. بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله. بصوا ادي حلة 2 3، ادي كده. يعني دي تاني طماطم نعملها لتفريزات رمضان. ودي 3 حلل، هي دي حلة، ادي 2 ادي 3. ويلا بينا نرفعهم على النار لحد ما يهبطوا خالص وينزلوا كل المية اللي فيهم. احنا مش هنسبكها، مش هتتسبك، مجرد بس اللي هي هتدبل خالص وتنزل كل المية اللي فيها. روحوا طافيين عليها وروحوا ضاربينها بقى في الخلاط وشايلينها في الكيس، عشان احنا لما هنيجي نستعملها هنعملها على النار وهتتسبك. عشان ايه الموضوع ما ياخدش مننا يعني تسوية زيادة. لا احنا نعملها نص تسوية، ولما نيجي نعمل الاكل تبقى جاهزة على النص التسوية التاني بس. فهنحطها على البوتاجاز لحد ما اوريكم الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي. ونرجع تاني واوريكم شكلها عامل ازاي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة مع اللايك. ونصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب رمضان كريم على الجميع. انتظروني بعد ما اخلصها هرجع لكم تاني. بصوا يا جماعة، انا دي كده حطيتها على النار زي ما انتم شايفين معايا. هغطيها بقى وهسيبها لحد ما المية بتاعت الطماطم تتصفى خالص، ونرجع تاني هوريكم بقى خطوة بخطوة. بصوا احنا كده خلصنا اهي. ادي كده اول حلة،
زي ما انتوا شايفين اهوت. نفس الطريقة، يا دوبك المية بتاعتنا بتبدأ تخف بس مش المية كلها، وهنسيبها لما تبرد. ودي الحلة التانية، وادي الحلة التالتة. نفس الطريقة ونفس الكلام كله في الثلاث حلل. هنخليهم بقى لحد ما يبدأوا يبردوا معايا خالص، وبعد كده يلا نضربهم بقى في الخلاط ونعبيهم في الاكياس في الفريزر. انا ضفت هنا معلقه سكر كبيره، وهنا معلقه سكر كبيره، وهنا معلقه سكر كبيره، عشان بس الكاميرا عندي كانت فاصله وانا بضيف السكر بس. وهسيبهم بقى لحد ما يبردوا خالص، يبردوا بقى معايا خالص. هي كده هما الشباك فوقيهم اهوت، يعني ايه والجو ساقعه فهيبردوا بسرعه ان شاء الله. وهنضربهم بقى في الخلاط. يلا بينا بقى كده حله حله نضربها في الخلاط ونصفيها ونشيلوها بقى في اكياس، ونخلصوا بقى ايه حله حله. طماطم، بصوا الطماطم دبلت ازاي، احنا مش هنسبكها زي ما انتم شايفين كده. نجيب بقى الخلاط بتاعنا، هي بردت معايا خالص. هنبدأ نجيب العلبة وايه وهنصفيها، لازم تتصفى عشان دي اللي هنجهزها للاكل على طول. هعمل بقى الايه الكميه كلها وارجع لكم ايه تاني. هضربه الثلاث حلل، يعني انا كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم، فانا هضرب الثلاث حلل الطماطم وايه وهرجع لكم تاني. بس هضرب حله وهعبيها الاول في الاكياس، وبعد كده ايه هعمل الحله اللي بعديها واخلص الكميه كلها. لما تكون الطماطم رخيصه كده لازم ادي كده اول شفشه احنا عملناه هننزل بيه. لو انت استعمالك بسيط يبقى انت كفايه عليكي الكميه دي، طلع منه الهواء. لو استعمالك اللي هو اليومي بسيط واسره صغيره هنستعمل بس الكيس ده. انا طبعا عشان نستعمل كده خلصنا الكميه كلها. بصوا ده شفشق واحد، وده الكميه الكبيره دي شفشقين. يعني انا عملت الكميه الاولى ديت لقيتها كتيره فسبتها برضو لغرض ما، وخلصت بقى كل الكميه كلها شفشق واحد، يعني على طبخه واحده، كل دي طبخه واحده. ادي كده كميه الطماطم ان شاء الله اللهم بارك، كميه كبيره جدا. كميه قد ايه؟ بس اوريكم كميه الطماطم قد ايه، ما شاء الله ما شاء الله. كده بقى الاكياس جاهزه تتشال في الفريزر وتطلعي على الاكل وعلى الطبخه على طول، مش تاخد منك وقت مجهود، عشان احنا بنبقوا في رمضان صيام مفرهدنا، فاحنا عايزين كل حاجه سهله. فاحنا عملنا تفريز الطماطم لتاني مره بطريقه، والله العظيم الطريقه دي اسهل طريقه ممكن
تفرزي بيها الطماطم وما بتتغيرش ولا لون ولا طعم ولا اي حاجه. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.